الفيديو ده معمول مخصوص لمرضى السكر، اغلب اللي موجود في الطبق ده مفيد جدا لمرضى السكر. تعالى كده نتفرج عليه واحده واحده. يلا بينا يلا بينا. زهقت انت طبعا من كتر الفاكهه اللي انا عمال اجيبها لك، قلت شويه كده اغير واجيب لك ايه خضار. اهم حاجه ان انت في الاخر تسمع كلامي وتهتم بصحتك. الطبق ده نبدا بايه فيه؟ مش هسالك، انا هبدا انا من نفسي. اول حاجه هنجيبها البتنجان التايلاندي. هو تايلاندي لكن بيتزرع في مصر وفي بلاد الشام، وموجود منه كمان في الهند. تعالى كده افرجك على واحده. بص كده البتنجان التايلاندي شكله عامل ازاي. اكتر حاجه بتميز البتنجان ده ان هو ايه، مكبب كده وصغنن، ملوش علاقه بالبتنجان الرومي، ملوش علاقه بالبتنجان العروس، حاجه كده ايه جديده شويه. بيفكرني بالبتنجان اللي بيعملوا منه اخواتنا السوريين المكدوس. تعال بقى نفتح البتنجانه ونشوف هي ايه، زي بتنجاننا ولا بتنجاننا غير بتنجانهم. بسم الله. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. ده شكل البتنجان التايلاندي من جوه. بتنجان ما فيهوش اي حاجه، اهو بتنجان ومبزر. منجم حديد البتنجان ده. هقول لك انا على كل حاجه دلوقتي، بس نجرب بس الاول. بسم الله. طب والله مسكر، بس بتنجان يعني مفيش اي انبهار. بص هو طعمه زي البتنجان العادي بالظبط، مفيش اي اختلاف. الطينه من العجينه، الفرق ان هنا بس كده الجلده بتاعته ناشفه شويه، لكن هو مفيش اي حاجه اختلفت. خدي دوقي. لا دوقي مش كلي، يعني حاسسك دخلت في الموضوع جامد يعني. طعمه زي البتنجان العادي بالظبط، مسكر برده لطيف. الفكره بس ان القشره بتاعته ناشفه شويه، فانت ممكن تعامله معامله البطيخ، تقرقده كده زي ما مراتي قرقدتها، هيبقى الموضوع معاك لطيف جدا. ندخل على اللي بعده. يلا ندخل بقى على اللي بعده. ده ايه؟ بتنجان برضه. هو شفت البتنجان الاولاني زيه بالظبط، بس ده بقى اصغر ومدور. هنجربه برضه، احنا مفيش حاجه مش هنجربها. بسم الله. لا ده ناشف بقى. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. بسم الله. ايه بقى؟ ايه ايه البذر ده كله؟ ده مبذر بقى، ده بقى المبذر. مبذرات. بتنجان بس ريحه الاولاني بتنجان اكتر من التاني. ده تايلاندي برضه، بس ده شكل وده شكل، لكن الاتنين برضه الطينه من العجينه. بس في طعم عامل زي طعم النشا. هو بيلسع، في حاجه بتلسع يا ابن اللذينه. ما هذا قوي جدا. الصغيره دي السهنه ما تقلقش غير من السهنات الصغننين دول، هم دول. دي تاكلها من الاول كده، تقوم لطشاك كده على السخان، تديك طعم عادي جدا زي طعم البتنجان، انما من جوه ما يعني. بص افتر تيست كده مولع، حاسس ان انا لساني فقفق. عارف اللسعه بتاعه الزنجبيل؟ تعال اخدك في جوله سريعه لفوائد البتنجان عموما، وهنتكلم كمان بالاخص شويه على البتنجان التايلاندي اللي معانا النهارده. عايز اقول لك ان الانتظام على اكل البتنجان بيقلل من خطر الاصابه بامراض السكر. طيب والناس اللي اوريدي عندهم سكر، اكل البتنجان باستمرار خصوصا لما بيكون ني بيظبط مستوى السكر في الدم بشكل كبير وفعال جدا. البتنجان كمان بيقلل نسبه الكوليسترول في الدم، وبيقلل خطر الاصابه بامراض السمنه، مفيد جدا للقلب ومفيد جدا للشرايين. البتنجان كمان فيه مواد قويه جدا مضاده للسرطان، ده غير ان هو فيه مواد قاتله للميكروبات الموجوده في المعده. ولو قعدت اقول لك على فوائد البتنجان من هنا لبكره مش هنخلص، وانت عارف طبعا هتاكله ني، هتاكله بابا غنوج، هتاكله مقلي، هتاكله مسلوق، المهم ان انت تاكله. البتنجان مفيد جدا ليك خصوصا مرضى السكر. نخش في اللي بعده. يلا بينا. ناخد ايه بقى؟ فاصوليا. بطاطس. فاصوليا بطاطس. طيب ناخد بقى باميه. بص يا سيدي، انت طبعا عارف الباميه الصغيره البلدي بتاعتنا، تمام؟ الصغيره دي، ولما الدنيا ايه يعني نحب نغير، نقوم جايبين الباميه الويكا عندنا في الصعيد، اللي هي الباميه الكبيره شويه دي، بتتعمل كده زي الملوخيه، بتتفرج زي الملوخيه. طيب لو مش ده او مش ده، انت ممكن تكون شفت الباميه اللي هي بتتعمل منها التقاوي، قرن الباميه التخين اللي هو بيبقى طويل شويه. النهارده معانا نوع باميه في الجامد منه. ايه بقى؟ ركز كده معايا عشان ايه الموضوع هيكبر مننا. بص بقى. بسم الله. اهو لسه. لا لسه. قرن باميه اطول من حياتي وحياتك. دي باميه هندي. شايفه القرن قد ايه؟ الموضوع عبيط جدا، قد الفلفل الحامي. ليه بقى؟ علشان تفهم طول قرن الباميه ده قد ايه. النهارده بقى مش هجيب لك صباعي، لا هجيب لك حاجه اطول، ايدي بقى. بص اهو، شايف يعني ايه؟ قد ايدي تقريبا. هي برضو شبه الباميه بتاعتنا، بس الفرق هنا في الطول. يلا ناخد بقى ايه، قطاع طولي بالورب كده. بسم الله. في حاجات هتقع دلوقتي حالا. بص، واخد بالك انت من اللي بيقع ده؟ بص هي من جوه فاضيه، يعني هي عباره بس كده عن ايه، شويه البذر اللي انت شايفهم دول، والبتاع كلها هوا، مندوب بذر بس. بسم الله. شبه. دوقي يا سمر. لا. دوقي. لا. هو اشمعنى انا بس اللي بدوق؟ لا دوقي. محدش بيدوق الباميه يا حبيبي نيه. ليه؟ ما انا اكلتها نيه. لا. خدي بس دوقي. لا. انا اصلا انا ما يعني طعمتها حلوه، بس قلت اقول لك ان هي وحشه عشان خاطر اعمل لك كاموفلاج. انت مكاني. وتعالى دلوقتي تاخدك في رحله سريعه جدا لفوائد الباميه.
بتقلل مستوى الكوليسترول والسكر في الدم بشكل ملحوظ جدا. الباميه كمان بتساهم في العلاج من التهاب الاغشيه المخاطيه. شفت انت البذور اللي كانت جوه دي اللي انا اكلتها وطلعت طعمها عامل زي الشبه؟ متخيل ان الشبه دي من مضادات الاكتئاب؟ انا عندي استعداد يجي لي اكتئاب ولا ان اكل البتاع اللي انا كنت باكله ده، الاكتئاب اسهل. الباميه كمان فيها كميات كبيره جدا من الفوليك اسيد، وده بيخليها من الاغذيه المثاليه للستات الحوامل. كله باميه كتير. المهم برضو لو قعدت اقول لك في فوائد الباميه من هنا لبكره مش هنخلص. هات انت بس شويه باميه اعملهم ويكا وادعي لي. بص بقى، دي اللوبيا الخضراء. لطيف جدا موضوع ان انت تلاقي حبايه اللوبيا ملهاش اول من اخر. بص اللي هو ايه بقى، اللوبيا دي برضو هندي. تعالى بقى نفتح كده، بسم الله، مركز انت معايا اهو اهو. ده جواها لوبيا اهو. ما امال جواها ايه يعني؟ بقول لوبيا يبقى جواها ايه؟ بطاطس. انا هاكل بس اللوبيا اللي جوه. هوريك برضو دلوقتي شكل اللوبيايه لوحدها كده عامل ازاي. بسم الله. طعمها فول حراتي، وبرده بالنسبه لي طعمها سيء جدا، انا اصلا ما بحبش الفول الحراتي. نرجع ونقول تاني زيها زي اللي قبلها، اللوبيا من الخضروات المهمه جدا لخفض مستوى السكر في الدم. مش السكر بس، سكر وكوليسترول الاثنين، اللوبيا بتنزل الاثنين. وخليني اقول لك انك لو اكلت اللوبيا الخضراء بانتظام هتساعدك في علاج اضطرابات النوم. اللوبيا فيها نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده وفيتامين اي وفيتامين سي، وده بيخليها من الخضروات المهمه جدا للحفاظ على نضاره البشره. فيها مغنيسيوم وكالسيوم وحديد وفوسفور، ومش هكمل اكتر من كده. دور انت على باقي فوائد اللوبيا وصدقني هتعجبك جدا. المهم ان انت لازم تاكلها. المره دي مش هنسال حد، وهوري لك بطاطسايه ومن النظره الاولى كده هتقول عادي جدا انا عارفها وباكلها كل يوم، بس احب اقول لك انت غلطان. دي مش بطاطس عاديه، دي بطاطس اسمها بطاطس يوكون او البطاطس الذهبيه. البطاطس دي جايه من كندا، بطاطس هجين وتم انتاجها لاول مره في الستينات. تعالى كده نشوف بطاطس يوكون بتقول ايه. بص اللي بيميز البطاطس دي ان هي لونها ذهبي مش مصفر. علشان تركز في الفرق بين بطاطس يوكون الذهبيه وبطاطس البلد بتاعتنا، ادي الاثنين اهم مع بعض. شايف انت كده الفرق بينهم؟ مش فرق في الحجم بس، في الحجم وفي الملمس. هنا خشنه، هنا ناعمه. هنا تحس ان البطاطسايه اصفر بس رايحه شويه على اللون البني، هنا بطاطسايه اصفر بس. البطاطسايه هنا جلدتها تخينه، البطاطسايه هنا جلدتها رقيقه. تحس ان البطاطسايه هنا شقيانه، عارف اللي هو انا بطاطسايه. انما هنا في دلع كده. ليه يا زمن ما سبتناش ابرياء. تعالى كده نفتح ونشوف اليوكون بتقول ايه من جوه. بسم الله. تيو، ده شكل بطاطس يوكون من جوه. بسم الله. حلوه زي البطاطس العاديه. طعم بطاطس يكون هو نفس طعم البطاطس العاديه بالظبط. ممكن لما تتقلي يبقى طعمها مثلا متغير او نسبه النشا اللي فيها اعلى، لكن وهي نيه الطينه من العجينه، الاثنين واحد. وبما اننا خلاص خلصنا كلام عن بطاطس يكون، فاحنا هنسيبها ونقوم داخلين على طول على البطاطس الارجوانيه او البطاطس السوداء. تعالى كده نفتحها ونشوف بتقول ايه من جوه. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا الليله. من اكتر الحاجات الممتعه وانا بفتحها، اللون بتاعها جميل جدا، الريحه بتاعتها كميه نشا بتطلع في مناخيرك رهيبه. وطبعا للون الفظيع دوت لو اتعملت مقليه او اتعملت بيوريه بتبقى حكايه جامده جدا. بيوريه طبعا كمان بتبان اكتر من المقليه. خد يا حلاوه، اديني بقى كده رايك، بس تمزجي كده واستطعمي وقولي لي الزبد يعني. دي احلى من التانية. احلى من انهي تانية بالظبط؟ من البطاطس اللي قبليها ولا من البطاطس العاديه؟ البطاطس بتاعتنا دي احلى من البطاطس العاديه بتاعتنا احنا. ايه بقى الاختلاف؟ طعمها مسكر والنشا اكتر. فيها نشا كتير. بس انها تبقى مقرمشه. احنا جربناها مقليه كانت مقرمشه جدا، ولما اتعملت بقى بيوريه مش عايز اقول لك بصي يعني في الحنان على الاخر. البطاطس السوداء لو عايز فعلا تستمتع بيها اعملها بيوريه، هتاخد طعم ولون هيعجبك جدا، وهيبقى طبق جديد على السفره بتاعتك هيبهر كل اللي هياكله. خليني اوريك حاجه قبل ما اقول لك على الفوائد. ادي اهو البطاطس وادي اهو منديل. نعمل كده اهو. بص بقى يا سيدي، شايف اللون ده؟ دي الصبغه اللي موجوده جوه البطاطس. البطاطس دي هيكون تركيزنا فيها في الكلام مش على مرضى السكر لكن على مرضى السرطان. هي بتقلل فرص الاصابه باغلب انواع السرطانات، غير ان هي بتقلل من انتشار الاورام نفسها. فيها كميه فيتامينات ومعادن ومواد صبغيه مهمه جدا لصحه الجسم. ونيجي لاخر واهم حاجه في الفيديو، النبات السحري العجيب ده، الكارلا او الكريلا. الكارلا او الكريلا واحد من النباتات الاسيويه المشهور جدا بطبخها الهنود والبنجال، وعايز اقول لك ان بيقولوا عليها الخضار السحري للقضاء على مرض السكر. هرجع وافكرك تاني ان الفيديو ده اغلب الموجود فيه على قد كميه الفوائد الموجوده في كل حاجه فيهم، على قد ما هي قويه جدا لمرضى السكر. بسم الله. ادي اهو. جاهز للمفاجاه؟ يلا بينا. بسم الله. ادي شكل الكريلا من جوه. ريحه خضراء قوي. تعالي، هو ايه اللي اوعى تديها لي؟ هو ايه اللي اوعى تديها لي؟ ليه مكتوب عليا ان انا دول الحاجات الوحشه؟ مندوق كلنا. واكرام الضيف. واكرام الضيف طبعا. ده من ضمن الضيافه، ده من واجب الضيافه. دوقي. ما هو لو ما دقتهاش ما فيش عشاء. دوقيها.
شبعانه الحمد ومفيش فطار. دي واحد صغير. لله جدا والله بجد. يا جدعان انا بستمتع باللقطات دي. هي ما بتتاكلش نيه، ما انا عشان كده ما دقتش منها. المفروض ان هي بتتاخد وبتتقطع وبتتحط في ميه وملح علشان خاطر المراره الشديده جدا اللي فيها تبدا ان هي تروح، وبعد كده بتطبخ وبتتعامل معامله الكوسه بالظبط. حلوه يا دنيا. بترجع. بص انا هختصر معاك الكلام عن فوائد الكريله في جمله واحده بس. الكريله جباره في تقليل والقضاء على مرض السكر. وفي نهايه الفيديو سيبك بقى من قصه الاسعار والكلام ده، اهم حاجه تركز في اللي احنا قلناه. مرضى السكر يركزوا جدا في كل كلمه قلناها عن كل نوع من دول. كل اللي انا قلته لك ليه تقريبا اوراق بحثيه بتثبته، واللي ملوش في ناس بتستخدمه في الطب الشعبي. اهم حاجه الكلام ده كله اسعاره في متناول الايد، عادي جدا سهل ان انت تجيبها. ربنا يشفي كل مريض. والكلام ده كله حتى لو انت مش مريض سكر لازم تجيبه. ليه؟ لانه مفيد جدا لصحتك. انا مش هجيبه مكانك.